اهلا بكم احلى متابعين لقناه مطبخ ميدو. جينا لكم النهارده بوصفه جديده وجميله وبسيطه جدا بناء على طلب المتابعين. طلبوا مننا اكلات صيامي واحنا مش هنزعلهم، وعملنا لهم الاكلات الجديده. معانا النهارده جلاش محشي بالخضار، وصفه صحيه ولذيذه واقتصاديه، تنفع ممكن في فطار غدا عشاء اي وقت مناسب، وتنفع كمان في العزومات، وتنفع نضيف لها حاجات فطار لاولادنا. المقادير نازله اهي قدامكم، كل الخضار الصحي، وممكن نشيل منه بعض، وممكن نحط حاجات تانية مختلفه على حسب ذوقكم، على حسب ما انتوا بتحبوا انتوا واولادكم. يعني انا حاطه المقادير دي وانتوا ممكن تغيروا فيها زي ما انتوا عايزين، تشيلوا حاجه وتحطوا حاجه. ممكن لو حاجات مش متوفره موجوده عندكم اوكي، تنفع اي حشوه تنفع مع الجلاش ده، اي حشوه. ممكن نشيل حاجه ونحط سبانخ او نزود سبانخ، ممكن نحط بسله. لو اي حاجه مش انتوا حابينها تحطوها شيلوها برضو عادي. زي ما قلت لكم اي حاجه تنفع مع الاكله دي. طبعا احنا نزلنا بالبصل والتشويحات سريعه ما تاخدش وقت، لان احنا عايزين الاكل الخضار يكون مقرمش، ما يكونش مهري، مش عايزينه مطبوخ. تمام. نزلنا بالبصل وبعد كده الفلفل الالوان والجزر، الحاجات دي بتغسلوها في الاول، وبعد كده بالكوسه، ونزلنا بالمشروم، ونزلنا بالطماطم، نزلنا بكل الخضار، وادي زيتون المخلي، ونزلنا في الاخر بهرسة الشطه. ودي التوابل اللي احنا كاتبينها، ونقلبهم تقليبه بسيطه، كله على طول، ما نقعدش وقت بين كل خضار والتاني، مفيش دقيقه، يا دوبك يتشوح بسيط ونقلب على التاني على طول، عشان مش عايزين ننزل ميه الطماطم. حتى لو نزلت ميه شويه هنخليها نحطها على وش الجلاش من فوق. انا ما بحبش ادهن الجلاش زيت عشان ما يبقاش دسم، ما يبقاش فيه زيت كتير، بفضل الفه كده واحط الزيت على الوش. ناخد اول ورقتين ونلفهم بالحشوه. الحشوه برضو انت عايزاها قليله عايزاها كتير، على حسب الكميه اللي انت عاملاها، وبرضو كميه الخضار ده برضو ما فيش مشكله فيه. حتى لو بقى خضار ممكن تعمليه سندوتشات، ممكن برضو الخضار ده تحطيه على مكرونه، على رز، زي ما لو انت مش عايز تعمليه بجلاش. نلف كل ورقتين كده لحد ما تخلص كل الكميه، ونرصهم في الصينيه بالطول او بالعرض، باي طريقه انت تحبيها على حسب طول الصينيه وحجمها اللي عندك. خلصنا كل الكميه زي ما احنا شايفين، ونقطعهم باي شكل احنا عايزينه، مثلثات، طوليه زي ما انا عاملاها، كبير صغير، اي حجم يناسبك وتحبيه اعمليه. بعد ما خلصنا كده احنا شويه الصوص اللي نزلوا من الخضار، نزلنا بشويه زيت زيتون وشويه حليب جوز الهند، ممكن ميه عادي برضو، ومرقه وملح وفلفل، ونقلبهم. هي كوبايه مج صغيره، يعني ما نزودش الكميه عشان ما يتهريش مننا او يبوش او مننا الجلاش. انا بقيت من الصوص ده على فكره، لقيته كتير بقيت منه. ممكن ندهن برضو بالزيت الاول قبل ما نحط الصوص ده اللي احنا عاملينه، او التشريبه بتاعت الجلاش. ممكن ندهن زيت الاول على كل الكميه دي، ممكن ربع كوبايه زيت زيتون، ويستحسن كل الاكله تكون بزيت الزيتون عشان تكون صحيه. لا لو متوفر، يعني مش متوفر اي زيت نباتي كويس. طبعا نكون مسخنين الفرن من قبل كده، ونحطها في النص. اول ما تحمر من تحت نولع لها الشوايه، وكده معانا اي اكل احلى غدا. والصينيه مقرمشه وطعمها جدا جدا، يا ريت تجربوها بالطريقه دي وهتعجبكم جدا. وبالهنا والشفا، وانتظرونا في فيديو جديد من مطبخ ميدو.